هاي جايز، كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. انتم عم تحضروا هذا الفيديو على قناة صوفي. مثل ما شفتوا في العنوان وفي الصورة المصغرة، اليوم راح نعمل توتوريال للشعر. ايوه، بدي اعلمكم على طريقة كيف بدنا نرجع الشعر ويفي من ستريت لويفي بدون حرارة وبطريقة سهلة. واكيد اكيد 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 انتم بتكونوا جربتوها قبل، يا اما تكون ما زبطت معاكم ولا بتكون طلعت منكوشة ولا منفوشة ولا ما اعرف. المهم راح اتعلمكم على الطريقة الصحيحة جدا. وفي هذا الفيديو راح احكي لكم وين صوفي اختفت سنة كاملة على اليوتيوب. وين كنت؟ ليه ما عم صور؟ ليه ما عم حط فيديو؟ بعرف انكم اذا وصلتوا لهون فانتوا اكيد حابين تعرفوا طريقة الويفي، سواء بدك تطلعي طلعة مع صحباتك، بدك تطلعي طلعة مع عيلتك وحابة شعرك هيك يكون ويفي وحلو ومظبوط ومرتب. طيب، الاشياء اللي راح نستخدمها في هذا الفيديو او الاشياء اللي راح تطلع لنا الويفي بدون حرارة، ركزوا لي بنات، ركزوا لي بدون حرارة سطروا عليها. راح نحتاج هذا الغني عن التعريف، وين ما رحتوا بتلاقوه. هذا تقريبا بحدود $6، يعني في متناول الجميع وممكن اي بنت تعمله. طيب يا صوفي، انا ما عنديش $6، شو بدي اعمل؟ ما اعمل شعر ويفي؟ لا حبيبتي، بدل ما تاخدي هذا تعرفي هلا كيف بدي اقولها لكم بلهجتكم، بينوار، تعرفي هذا شكله. خدي الحزام حقه حبيبتي، انا ما عرفته بلهجتكم، روحي دوري عليه. خدي الحزام او خذي اي حزام كده يكون مشدود. استني افكر شي حزامات. جرابات، خدي جرابات طويلة تكون نظيفة، ها ما تكون معفنة بريحة رجول اخوك ولا ما ادري. اسمعينا، جرابات تكون نظيفة. يعني وشو الويفي بتعمليه حتى اذا ما عندكش البتاع هذا. حولت لمصري، البتاع هذا يا اختي حتى لو ما عندكش دي عادي، مش مشكلة، ده انتي هتعملي الويفي يعني هتعمليه. ثاني شي راح نحتاج هذول، وراح نحتاج هيدا. بما انه انا حكيت لك الاشياء اللي راح نحتاجها لليوم، راح احكي لكم على سبب غيابي. يعني ما شاء الله ما قصرت، وانا عم شوف وقع الحلق. يعني سألوا عني بنات كتير، واكتر بنت سألت عني هي إيسو حبيبتي. بقول لك من هون ثانك يو، شكرا لك كثير على سؤالك يا عمري. قلت لكم انه سنه كامله وانا غايبه على يوتيوب، بس انا طبعا كنت نشطه على تيك توك، وهذا حسابي على تيك توك، وعلى انستا هذا حسابي، وعلى الاصفر هني بنزل صراحه. اكثر او اول الاسباب اللي خلتني ما انزل على يوتيوب هي الدراسه. مثل ما بيعرف انه كثير فيكم او باللي يتابعوني بيعرفوا انه صوفي السنة هذه كان عندها بكالوريا، انا كان عندي بكالوريا. ف فكرة البكالوريا كانت على طول وشو تخليني انه اتراجع، اقوم اصور. حتى هذاك المود حق الكرياتيفيتي والابداع ما كانش عندي ابدا. كل ما بسوي شيء، يا بنت قومي درسي عندك بكالوريا. كل ما يا اخي ما فيش. عموما كنت بوريكم شهادة البكالوريا، بس تخيلوا انا كسلانة ان انا اقوم، كسلانة. يعني سنة كاملة من الانشغال، الارهاق، دراسة. بس ما انكر ان انا كنت بفتح بثوث كتير في التيك توك، وكنت شغالة كتير في التيك توك. يعني ما وقفتش تيك توك غير لمدة شهر، في حين اليوتيوب وقفت سنة. تركزي معي، راح نجيب هذه في النص كده، شوفي هذه في النص، حطيها كده في النص، اوكي. وجيبي الاشي هذا وحطيه هني. خلاص ما عليكي، شكلك راح يطلع يضحك، بس انت بينك وبين نفسك يعني اتس اوكي، ما فيش مشكله، دامك بينك وبين نفسك ما حد شافك. تجيبي اول خصله تلفينها، ما تعيدي تلفينها مره ثانيه، لا حبيبتي كده. ها تجيبي الخصله الثانيه تقريبا نفس المقص، ما تضيعيش الشعر كامل في خصله واحده، عشان احنا نبي ويفي حلو، ويفي مرتب وواضح. الحين انا شعري ما عم يبين مع الاشي هذا لانه اسود،
طيب ما فيش مشكلة، كل ما عم تعملي خصلة زيري. زيري هذه كلمة مغربية طال عمرك. زيري، ايش معنى زيري بلهجتكم؟ زيري يعني شدي منيح، ما بين اللفة الأولى واللفة الثانية شدي منيح كده. إذا ربطتي أول 3 منيح فأمورك طيبة، والويفي راح يطلع معاكي جنن. إن أول شيء الدراسة، ولا تنسوا تباركوا لي لأنه أخذت البكالوريا حقتي الحمد لله. الحين صرت طالبة جامعية بإذن الله إن شاء الله. الشيء الثاني اللي خلاني ما أصور كتير إنه نحنا بس بهالسنة هذه غيرنا البيت مرتين. يعني كتير فيكم راح يلاحظوا إنه أنا ما عاد ابني في البيت اللي كان فيها الحيط أزرق، الحين صار الحيط أبيض وكده سادة. إذا لاحظتوا طبعا. فهذا واحد من الأسباب اللي خلاني أقطع تصوير، أقطع فيديوهات. طيب بناتي الحين وصلنا للخصلات الأخيرة، فأنا عم حس نفسي إن أنا عملت خصل كبيرة جدا. راح أحاول أصغر إيدي. الخصل هذه بقسمها أقل شيء على 5. ثالث سبب بيخليني بتراجع عن التصوير، مو بيخليني أقطع بس بيخليني أقلل من الفيديوهات. هو تعرفوا وش هو؟ تخيلوا فلكم أن تتخيلوا يوتيوبرز بتصور فيديوهات بس عندها مشكلة في الإشي هذا، المونتاج. يا أخي المونتاج بيعصبني يا أخي. يوم أنا أكون أمنتج فيديو يعني مونتاجي مو بيرفكت ومو سيء، تخيلوا هذا الليفل من المونتاج المبتدئ بياخد معايا أكتر من 6 ساعات. فخلاص بتجيني ملل، بعصب، بقول وشو لازم أسوي هون، كيف بده الفيديو يكون فيه إفكتات حلوة. يا أخي مع إنه أنا ما أحط كتير إفكتس، ما أحط كتير هيك رايح جاي صورة جاي تعديلات. ومن الأشياء اللي ما أسويها أنا في فيديوهاتي، ما أسوي تعديلات على الجسم مثل ما يسووا كتير في مشاهير، تعديلات على مدري وشو، على البيت، على كل هذه الموديفيكيشن أنا ما أعملهاش. بس والله المونتاج بيعصبني. فشكله راح أترك المهمة هذه لمروة، مهمة المونتاج راح أتركها لمروة. تخيلوا حكيت لكم السالفة كاملة يا أخي، قر أعتقد 5 دقايق من الحكي ولسه خلصت بس الجزء الأول من الشعر. تخيلوا السر كامل هو إنه الشعر لازم يكون مشدود. ترى أنا مو بأول مرة أجربها، جربتها مرة قبل وطلع الشعر يجنن والله، طلع الويفي دمار. بنات أحتاج مساعدة، شي واحدة تجي تشد. الحين لازم يضل كده. نسيت عذاب. تحسبون الجمال سهل؟ الجمال أبدا مش سهل. أصعب الأشياء اللي ممكن تحصليها في الحياة إنك تحاولي تطلعين جميلة، تتعبي. طيب كده أوكي، طال عمرك خذي الخصلة هذه هون. اوكي خذي الخصلة هذه، ضيفي الثانية معاها كده. اصابعك كاملة تشتغل طال عمرك كده. ايوه دوريها هذه، دوريها. نلي وفينش. الحين هذه راح ننام بيها. يعني انتوا النتيجة طبعا ما راح تشوفوها الحين، طبعا بنات يعني ايش فيكم، اكيد ما راح تشوفوها الحين، النتيجة بتشوفوها لين بكرة ان شاء الله. بكرة اول ما اصحى ذكروني قولوا لي يا صوفي تعي كملي تصوير الفيديو. وين راح تذكروني؟ اقول لكم انا راح اروح انا بالمنظر البشع هذا. بس شوفي حبيبتي، النتائج الحلوة يبالها صبر. بنروح ننام 9 ساعات 8 ساعات 10 ساعات وبنصحى بنشوف النتيجة الحلوة. صباحو جايز. المهم صحيت لكم بهذا المنظر البشع، بهذا المنظر اللي ايش اقول لكم يعني مش منظر اصلا. شوفوا والله مع انه امبارح يعني شديت كل شعرة مع شعرة الا انه يعني ترخف. سيبات ترخف بلهجتكم. اول شيء او قبل ما افتح شعري طبعا دامني لسه صاحية من النوم، غسلت وجهي بمرطب ولازم الحين نعمل كريم ترطيب. نفتح هذه كده، نشيل هذه كده ونقول بسم الله. يلا
بنات تخيلين هالجمال بالله. ما بعرف ليه عم بين شعري اسود. تخيلين هالجمال بالله بالله بالله. طيب الحين راح نحاول نفتحهم هيك بس اطراف شعرنا. لا حبيبتي لا بالله عليكي لا. شفتوا هذه شكلها امبارح اللي خبصت فيها. افتحهم كده اطراف. واو I love it والله حبيت. طيب عشان ما نتهوش ونفتح الامور بشكل مظبوط كده. نفتح يا ويلي والله مش طبيعي الجمال، مش طبيعي. الحين نظبط فوق. انا شعري طويل، اعتقد انه عشان كده ما ثبتش الشعر من فوق، اما هو المفروض لازم من هون يجي كده من فوق. كيف؟ ليكم راح اجربه بس شوي عشان تحت بس هون، بس عشان تحت وتفضل الشعرات مرتبة. شوفوا كانت مزبوطة والله. خربنا كامل الاشياء بنات. هيك جايز بنكون وصلنا لنهاية الفيديو. إذا عجبكم الشعر وطريقة الشعر اكتبوا لي تحت بالكومنتس، وإذا عندكم أي نصائح بتخلي الشعر يجي ثابت أكثر بعد اكتبوا لي بالكومنتس. لا تنسوا الاشتراك بالقناة، تفعيل زر الجرس، واضغطوا على زر الإعجاب لحتى توصلكم كل جديد صوفي بإذن الله. وأشوفكم إن شاء الله في الفيديو الجاي اللي غالبا راح يكون جولة في بيتنا. باي.